ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم أبنائنا طلاب الصف التاسع في درس جديد من دروس الفيزياء بعنوان عزم المزدوجة. أولا أبناء الطلاب نعرف المزدوجة. المزدوجة هما قوتان متوازيتان حاملان متعاكستان جهة ومتساويتان شدة. يأتيني هذا السؤال أبناء الطلاب على شكل مصطلح علمي أو خيار متعدد. أعرف عن المزدوجة هما قوتان، المزدوجة ازدواج يعني قوتان متوازيتان حاملا متعاكستان جهة متساويتان شدة. الآن عزم المزدوجة أبناء الطلاب، عزم المزدوجة هو فعله التدويري في الجسم. العزم دائما هو فعل تدويري. في المزدوجة القوتان إذا دورتا الجسم حول محور قابل للدوران فإننا نسمي هاتين المزدوجتين أن لهما عزما، ونعرف عزم المزدوجة هو فعلها التدويري في الجسم. إذن هو فعلها يعني فعل المزدوجة التدويري يعني تدور في الجسم هذا هو عزم المزدوجة. عزم المزدوجة إذن هو فعلها التدويري في الجسم. نفس تعريف عزم القوة. عزم القوة كذلك هو فعلها التدويري في الجسم، لكن عزم القوة لقوة واحدة، هو فعل القوة الوحيدة في الجسم في تدوير الجسم. أما المزدوجة فهو فعلها التدويري في الجسم. فعل المزدوجة تدور الجسم حول محور دوران. الآن ننتقل ما هي العوامل المؤثرة بعزم المزدوجة، يعني على ما يتوقف عزم المزدوجة، متى يزداد عزم المزدوجة، متى ينقص عزم المزدوجة. هناك عاملين اثنين. العامل الأول ذراع المزدوجة ونرمز له بالرمز دي، وهو تعريفه المسافة بين حاملي القوتين. طبعا هذا قرص تؤثر فيه قوتان F1 على سبيل المثال F2. نلاحظ أن هاتين القوتين متوازيتان حاملا متعاكستان جهة متساويتان شدة. المسافة بين حاملي القوتين أبناء الطلاب، هذا حامل الأولى وهذا حامل الثاني. هذه المسافة هي طبعا 2R، وسميها ذراع المزدوجة. فذراع المزدوجة هو البعد العمودي بين حاملي القوتين، هو البعد هذه المسافة العمودية بين حاملي القوتين، وسميها ذراع المزدوجة. المسافة العمودية بين حاملي القوتين نسميها ذراع المزدوجة. وهذا كذلك الأمر سؤال مهم يأتيني مصطلح علمي. إذا ذراع المزدوجة هو البعد العمودي. كلمة العمودي ضرورية جدا. البعد العمودي بين حاملي القوتين. طبعا إذا كان لدينا قرص وتؤثر به مزدوجة فإن عزم المزدوجة يساوي 2R، ضعفي نصف القطر. أما إذا كان لدينا مسطرة فإن ذراع المزدوجة هو البعد كذلك الأمر العمودي بين هاتين القوتين، وهو عبارة عن طول هذه المسطرة دي. أما ذراع القوة في عزم القوة هو البعد بين محور الدوران وحامل القوة، هو بعد عمودي بين محور الدوران، هذا محور الدوران، وحامل القوة. هذه المسافة هي ذراع القوة. أما ذراع المزدوجة هو البعد العمودي بين حاملي القوتين. إذا ذراع المزدوجة هو البعد العمودي بين حاملي القوتين، ويزداد عزم المزدوجة بازدياده، يعني تناسب طردي. يتناسب عزم المزدوجة طردا مع ذراع أو مع ذراعها، مع طول ذراعها، يعني يزداد بازدياد طول الذراع. العزم يزداد بازدياد طول الذراع. ثم العامل الثاني وهو الشدة أو الشدة المشتركة للقوتين. الشدة المشتركة للقوتين. العامل الثاني هو الشدة المشتركة للقوتين. لماذا نقول الشدة المشتركة للقوتين؟
لأن القوتين في التعريف هما قوتان متوازيتان حاملا متعاكستان جدا متساويتان شدة، يعني هما نفس الشدة. إذا الشدة المشتركة للقوتين ونرمز لها بالرمز طبعا F، وتساوي F1 وتساوي كذلك F2. شدة القوة الأولى يساوي شدة القوة الثانية ويساوي شدة القوة أو الشدة المشتركة نرمز لها بالرمز F. الآن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة وهي قانون عزم المزدوجة. عزم المزدوجة أبناء الطلاب هو عبارة عن طول ذراع المزدوجة ضرب شدة إحدى القوتين. إذا عزم المزدوجة يساوي طول ذراعها، يعني ذراع المزدوجة، ضرب شدة إحدى القوتين أو الشدة المشتركة للقوتين. نكتبه بشكل رموز. عزم المزدوجة، العزم كما اتفقنا نسميه جمع، يساوي طول الذراع نرمز له بالرمز دي، والشدة المشتركة للقوتين هي F. الشدة المشتركة للقوتين F. ننتقل الآن إلى وحدات القياس. طبعا نفس وحدة قياس عزم القوة، طول الذراع يقاس بالمتر، شدة القوة تقاس بالنيوتن، فيكون أو تكون وحدة قياس عزم القوة متر نيوتن، أو عزم المزدوجة عفوا، عزم المزدوجة متر نيوتن. إذا وهو أو هي وحدة قياس عزم المزدوجة. إذا نقول يأتيني السؤال خيار متعدد أو فراغات. وحدة قياس عزم المزدوجة في الجملة الدولية، في الجملة الدولية هو متر نيوتن. متر نيوتن. أبناء الطلاب، نعيد درسنا بشكل موجز وسريع. عرفنا المزدوجة وقلنا هما قوتان متوازيتان حاملا متعاكستان جهة متساويتان شدة. ثم عرفنا عزم المزدوجة وقلنا هو فعلها التدويري في الجسم. ثم بعد ذلك عددنا العوامل المؤثرة بعزم المزدوجة وقلنا يتعلق أو يتوقف عزم المزدوجة على عاملين اثنين هما ذراع المزدوجة ونرمز له بالرمز دي، والشدة المشتركة للقوتين، وعرفنا ذراع المزدوجة بأنه البعد العمودي بين حاملي القوتين. ثم بعد ذلك ذاكرنا مع بعضنا قانون عزم المزدوجة، وقلنا عزم المزدوجة يساوي طول ذراعها ضرب شدة إحدى القوتين أو جمع تساوي دي بإف. دمتم بخير أبناء الطلاب، أتمنى لكم الفائدة.